اول علامه في حاجات مثلا لو كده عملها معاك بشكل متكرر اعرف انه بيتهرب من العلاقه دي. يعني بيتجاهلك، اتصل بيه عايز اشوفك، بيتهرب منك. والمصيبه انه ما بيعتذرش او مثلا حتى ما بيفكرش يدور على حجه عشان ايه ما تزعلش. هو مش فارق له زعلك، هو بيتهرب من العلاقه. العلاقات مبنيه على التواصل، وخلي بالك ان النوع ده يعرفك ان انت في ناقوس خطر، فخلي بالك ان ده جرس انذار في نهايه علاقتكم. تاني علامه بقى المفروض تاخد بالك منها، لو انت ما اتصلتش بيه مش هتلاقيه بيتصل بيك. يعني ما بيعملش عشانك اي حاجه، ما بيحاولش، ما بيقدمش خطوه ناحيتك. جربت مثلا تتصل بيه وتقول له ده انا جنبك، تنزل تشوفني، عايز اشوفك، وحشتني، هتلاقيه دايما بيخلق لك اعذار. معلش اصلي مش فاضي، والله مكسل، تعبان جدا، حتى لو بينك وبينه خطوه. فتخيل الخطوه مش قادر يمشيها لك، هيمشي بالمشوار، فده طبعا بيقول لك مش هكمل. وطبعا الموضوع ده ما بيتفهمش من مره، ده لو اتكرر اكتر من مره تعرف ان انت مش من اولوياته، عشان كده مش عايز يتعب نفسه ويجي لك. العلامه الثالثه، لو اتصلت بيه هتحس ان هو مش ملهوف على مكالمتك. يعني انت ما اتصلتش مش هيحاول يتصل،